وابراهيم دياز ديجا دربوا هذا المدرب في منتخب الامل ديال اسبانيا، يعني ديجا عنده فكره على ابراهيم دياز. وديجا تصور انت ان 14 لاعب تحيد من اللائحه القديمه اللي كانت مشاركه في نهائيات كاس العالم قطر 2022 بعد ما قلنا ان وليد الركراكي حسم الجدل ديال ابراهيم دياز ملي مشى عنده الميران وتلاقى معاه، وان ابراهيم دياز غادي يمثل المنتخب المغربي. وليد الركراكي كيصدمنا بلائحه ما فيهاش ابراهيم دياز، واللي خرج بهذا التصريح في الندوه الصحفيه وقال فيها Katarfoni, je suis honnête. C'est vrai que j'ai voyagé à Milan pour le rencontrer, pour avoir une discussion honnête avec lui. Et il a été très honnête. C'est un joueur qui a la double nationalité. Pour vous dire, la rencontre s'est bien passée. C'est quelqu'un qui aime le Maroc, qui a grandi en Espagne. Et le choix qu'il fera, ce sera sa décision, on l'acceptera. واللي خلانا نقولوا بلي ابراهيم دياز غادي يختار المنتخب الاسباني. تصدمنا المدرب اسبانيا باللائحه النهائيه اللي غادي تواجه المنتخب النرويج واسكتلندا. خوتي قبل ما نكملوا الفيديو ديالنا، هذا واحد الصديق كيدير الاشتراكات ديال ام بي تي في، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه على الواتساب ديالو تما. واللي كانت فيها المفاجاه غياب ديال ابراهيم دياز، رغم ان لائحه المنتخب الاسباني اللي كان مشاركه في نهائيات كاس العالم قطر 2022 تحيد منها 14 لاعب. تصور انت ان 14 لاعب تحيد من اللائحه القديمه اللي كانت مشاركه في نهائيات كاس العالم قطر 2022 وما تكونش بلاصه ابراهيم دياز. هادشي كيعني بلي ان المدرب بغى يبدل المنتخب اسبانيا بلاعبين اللي كيتيق فيهم. وابراهيم دياز ديجا دربوا هذا المدرب في منتخب الامل ديال اسبانيا، يعني ديجا عنده فكره على ابراهيم دياز، وديجا كيعرف القدرات والامكانيات ديال ابراهيم دياز. ورغم ذلك ابراهيم دياز ما كاينش في اللائحه النهائيه ديال المنتخب الاسباني، وان المدرب الاسباني ما كيتيقش في ابراهيم دياز واخا انه دربوا في المنتخب الامل ديال اسبانيا كما قلت لكم. ومن هنا نقدروا نقولوا باللي ابراهيم دياز ما غاديش يشارك مع المنتخب الاسباني، ونقدروا نقولوا باللي باب المنتخب الاسباني سد على ابراهيم دياز. وكما عرفتوا ابراهيم دياز موهبه رائعه وكيقدم مستوى رائع خصوصا مع الفريق ديالو سي ميلان الايطالي. مدرب وليد الركراكي قال في الندوه الصحفيه باللي باب ديال المنتخب المغربي مفتوح لاي لاعب غادي يقدم اضافه للمنتخب. ومن هنا نقدر نقول لكم باللي ابراهيم دياز 90% غادي يكون مع المنتخب المغربي في دات فيفا الجايه في شهر 6.